خسر منتخبنا اليوم 1-0 أمام المنتخب العراقي. من يتحمل الخسارة؟ لا أحد، معروفة. معسكرات ما في، معسكرات هزيلة. لو عسكروا في حارة من الحارات حقنا ما يجوا بهذا المستوى. يعني دائما من 2000 وإحنا دائما منتخب دفاع، لعبه كله دفاع، ما فيش أي تغيير، أي شيء ما تغير. إحنا لو نشتي فوز، إذا معك مهاجم يجيد التهديف أوكي بيصير منتخب بنقدر نفوز على أي منتخب. لكن طالما وأنت كذا ما عندك لاعبين هدافين، ما عندك لاعبين. وأكبر إثبات اليوم فرصتين سنحت للمنتخب اليمني، انفراد صريح مرتين، ما يجيد وتهديف. نشتي لاعب هداف، عندك مهاجم هداف بتفوز. ايش الاداء هذا يا اخي؟ احترموا عقول الناس، احترموا الجمهور اللي يساندكم. اقل حاجة، اقل القليل يا اخي اهجم، لا تقعد دفاع. اكبر تحية لحارس المرمى محمد امان، صراحة ادى اداء بطولي ورجولي، ما نقول شيء. صراحة الحارس ادى واجبه وزيادة.